السلام عليكم. ولو ماتشات كابتن حسام حسن مع منتخب مصر بيقدر يفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف للقناص مصطفى محمد. كابتن حسام حسن ابتدى تشكيله مكون من ابو جبل في حراسة المرمى، محمد حمدي في الشمال، منعم وربيعة قلبين دفاع، ومحمد هاني باك يمين. في نص الملعب لعب بمروان عطية، وقدامه شور ومحمد مجدي قفشة، وقدامهم في قلب الهجوم تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد راس حربة. الشوط الاول بالنسبه لنا كان كويس الى حد ما، اي نعم ما كانش الاستحواذ معانا، بس لعبنا شوط كويس وهجماتنا كانت اخطر، وانتهى بتقدم منتخب مصر بهدف من ضربة جزاء لمصطفى محمد. الشوط الثاني كان الى حد ما احسن من الشوط الاول، وكان لينا برضه هجمات كتيرة قوي خطيرة، وكانت ابرزهم كورة مروان عطية اللي جت في العارضة، بس ما كانش فيه اي اهداف علشان ينتهي الماتش بفوز منتخب مصر بهدف لمصطفى محمد. انا من رأيي كبداية كده لكابتن حسام حسن البداية كويسة، وطبعا الحكم عليه لسه مش دلوقتي خالص. زائد كمان ان منتخب نيوزيلندا مش معروف قوي على الساحة الكروية، بس منتخب بيلعب كورة حديثة، وده اللي بيخلينا نقول ان البداية كويسة الى حد ما. كان عاجبني قوي محمد هاني ومحمد مجدي قفشة وعمر مرموش ومروان عطية، بصراحة عملوا ماتش كويس جدا. بس تعقيبي على مروان عطية في الفترة الاخيرة مندفع جدا وبيدخل بشكل قوي، وده ممكن يتسبب له انه ممكن ياخد انذار او طرد، وده اكيد هيأثر على الفرقة بشكل كبير وعلى مكانه كمان في التشكيل سواء في النادي الاهلي او المنتخب، وده رأيي. فلازم مروان كده يهدى شوية. زائد كمان ان مروان امكانياته كويسة وعنده كورة حلوة، فانا بشوف ان الاندفاع اللي بيعمله ده ملوش اي لازمة. طبعا من سلبيات الماتش، ولكن قدر الله ما شاء فعل، هي اصابة امام عاشور. الف سلام عليه، وباذن الله تكون اصابة خفيفة. صراحة امام اللي بشوفه عنده حلول كتيرة جدا وكورته ممتعة، ولكن زي ما قلنا قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله تكون خفيفة ويرجع في اقرب وقت. ده كان فيديو النهارده، اعمل لايك للحلقه وسبسكرايب للقناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله نشوف المنتخب بيرجع تاني ونشوفه على منصات التتويج بالبطولات. سلام.